يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين دون مقابل ليعزز النادي الأهلي فرص التأهل لنصف النهائي. وسيلتقي النادي الأهلي مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم 29 إبريل في 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب محمد الخامس في المغرب. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. وفي حالة صعود النادي الأهلي لنصف النهائي سيكون الترجي التونسي المنافس الأقرب للأهلي بعدما وضع قدما في نصف النهائي بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في عقر داره في مباراة الذهاب بهدف نظيف. وأعلن مسؤولي نادي الرجاء المغربي عن نفاذ تذاكر مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا فور طرحها بساعات. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تولي الحكم الليبي معتز إبراهيم إدارة المباراة القادمة بين الفريقين. ويحتاج النادي الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.